السلام عليكم. بعد الفيديو ده ما تشتريش سمنه فلاحي، اهم حاجه تصلي على النبي. تعالى. تعالوا كده نشوف عملنا السمنة البلدي الحلوة دي ازاي. عملت 2 كيلو سمنة بلدي، شايفين المرطة بتاعتها عاملة ازاي؟ بصوا بقى المرطة شكلها عامل ازاي. تعالى نشوف. ما تشتريش سمنه فلاحي جاهزه. ده دهن حيواني او دهن بقري او جاموسي. ده كيلو، جبت الكيلو كان ب40 جنيه. خلاص، فخلاص كده بدأت ان انا اقطعها. انا عايزاها قطع صغيرة عشان تبقى سهل معايا في التسيح، وانا بسيحها تسيح على طول. خلاص قطعت الكمية كلها كده وخلصت. فيها نص ازازة تانية، فهي خدت ازازة كاملة من الزيت. ركز في الوصفه، ركز. كمان بيدي طعم للاكل احلى مليون مره. خلاص حطيت ازازه زيت على كيلو الدهن زي ما قلت لكم، وحطيت عليها معلقه كبيره من الملح ورفعتها على البوتاجاز. وبدات ان انا اسيحها خالص، انا عايزاها تسيح تماما. يعني كل اللي انتوا شايفينه الابيض ده يتحول للبني وينزل كل الدهون والعصاره اللي فيه. كيلو دهنه على كيلو زيت وتسيحهم في بعض لحد ما الدهنه الصغيره دي تتحول لون ذهبي. طفيتها خالص من الحله. جبت كيلو من اللبن، لازم يكون لبن من عند اللبان، من عند مكان موثوق منه، ما ينفعش لبن مبستر خالص، عشان اللبن اللي هو من عند اللبان هيبقى بالخير بتاعه زي ما هو، يعني فيه القشطه. بعد ما تسيح الدهنه هتنتشلها من الزيت بتاعها، وتيجي منزل اللبن فيها وتجيب لبن عند اللبان. ما ينفعش اللبن يكون متبستر، ها، اللبن عند اللبان. ركز. القشطه بتاعته بتنزل باللبن. خلاص زي ما قلت لكم ان هي بتفور. فلو ما وطيتيش النار هتغرق الدنيا، ونص هينزل على البوتاجاز، نصها هينزل على البوتاجاز، وممكن لا قدر الله تعمل معاك وتتحول لسمنه. زي ما انتوا شايفين اهي ابتدت تطلع السمنه اللي فيها. شايفين الكتل البيضه دي كلها خالص. تفضلي تنزلي من على الجناب وتاخدي من قعر الحله من تحت، عشان ما تعملش طبقه من تحت وتتحرق معاكي. دي ما تمشيش من جنبها خالص لغايه لما تفصل وتبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. خلاص كده طبعا تبرد خالص، وبدات ان انا افضيها كده في علبه. بصوا شايفين اللون عامل ازاي. سبحان الله، بقت سمنه فلاحي. بص حضرتك، اللي انت عملتيه ده كله مع احترامي لحضرتك ده مش سمنه فلاحي خالص. ده اسمه يعني مرض. ده اسمه مرض. السمنه الفلاحي اللي احنا نعرفها واللي احنا اتربينا عليها واللي احنا اتنشأنا عليها، اللي انت بتجيب الزبده المكوره اللي هي بتاعت خط القشطه بتاعت الجبنه القريش، الخض، واللي هي وش الطاجن، تربيها تطلع معاكي كوره كده زبده، بتسيحيها على النار تديك السمنه الفلاحي الاصليه المظبوطه اللي احنا متعودين عليها. ممكن يا جماعه، ممكن فعلا ممكن يكون ناس بتبيع السمنه فلاحي، بتبيع السمنه الفلاحي جاهزه، بتعمل الحركه دي. نصيحه من اخوك، ما تشتريش السمنه فلاحي من بره، اشتري الزبده وانت سايح بنفسك، يا تشتري من مكان موثوق منه. واهم حاجه تصلي على النبي.